يا ريتني ما كنت عملت كده. في مزرعة هادية مليانة خضرة، كانت جودي حصانة صغيرة دايماً بتحب اللعب أكتر من الشغل. وفي يوم جابوا لها سرج سحري وقالوا لها: خلي بالك، السرج ده بيكبر ويتقل لو أجلتي شغلك. جودي ضحكت وقالت: ماشي، هنشوف. كان المفروض تنظف مكان أكلها، بس قالت: بعد شوية. جريت تلعب، وفجأة السرج على ظهرها بدأ يكبر ويتقل. جودي حاولت تتحرك، لقت رجليها بقت تقيلة وبطيئة. بعدها كان لازم تتمرن شوية، وجودي كمان قالت: معلش، بكرة. السرج كبر أكتر، وبقت تحس إنها مش قادرة تتحرك كويس. ساعتها بدأت تقلق وتقول: هو أنا بجد بقيت أتقل كده؟ وقفت قدام الحظيرة وبصت للسرج. قالت لنفسها: شكلي كل ما أأجل السرج فعلياً بيزود علي حمل. وبصوت أهدى قالت: طب لو خلصت في وقتي هيخف؟ جودي جمعت شجاعتها وقررت تجرب. نظفت مكانها بدقة وخلصت المطلوب منها من غير تضييع وقت. وفجأة السرج نور نور خفيف وطلع منه جناح صغير جداً. جودي قالت بدهشة: ياه، ده بيكافئني. اليوم اللي بعده قامت بدري ومرتبتش أي حاجة للتأجيل. كل مهمة تخلصها السرج ينور أكتر والجناح يكبر، وبدأت تحس إن جسمها أخف وجريها أسرع، وطول اليوم مزاجها أحسن. بعد كام يوم من الالتزام خلصت جودي كل شغلها بدري جدا. السرج فجأة نور جامد والجناحين بقوا كاملين. جودي جريت في المزرعة بسرعة ما حصلتش قبل كده، مبسوطة ومش مصدقة نفسها. وقفت في نص المزرعة، ضحكت وبصت بفخر وقالت: اتعلمت إن التأجيل بيقللني والشغل في وقته بيخليني أطير.